بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم الصحة وفي أسعد حال. أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة هو تفسير رؤية العملية الجراحية في القلب. صاحب المنام رأى في منامه، سواء كان رجل متزوج، رجل مطلق، رجل أرمل، شاب أعزب، امرأة متزوجة، امرأة مطلقة، امرأة أرملة، فتاة عزباء. يعني الرؤية دي تشمل جميع طوائف الناس. ورأى أنه بيجري عملية جراحية في القلب. العملية الجراحية في القلب تدل على إيه؟ تدل على ارتكاب صاحب المنام للكثير من الذنوب والمعاصي. الرؤية بتدل على ارتكاب صاحب المنام الكثير من الذنوب والمعاصي في حياته، وعلى الرائي صاحب المنام أن يتراجع عن فعل هذه الذنوب والمعاصي قبل فوات الأوان. يعني هي رسالة تحذيرية لصاحب المنام، سواء كان رجل أو امرأة، شاب أو فتاة. الرؤية رسالة تحذيرية إنه هو يقلع عن المعاصي والذنوب اللي بيرتكبها قبل فوات الأوان، هي رسالة لي. ويشير الحلم بإجراء عملية جراحية في القلب أيضا على فقدان شخص غالي، يدل أيضا على فقدان شخص غالي. وكما تدل على محاولة الرائي اللي هو صاحب المنام في التخلص من التجربة الصعبة التي يمر بها. إن كان بيعاني من أمر ما، فالرؤية بيدل على أنه بيحاول التخلص من هذه التجربة أو هذه المحنة التي يعاني منها في واقعه الذي يعيشه بأمر الله تعالى. إذن رؤية العملية الجراحية في منام أي شخص يراها، سواء رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، الرؤية هنا تعتبر رسالة تحذيرية. عندما يراها عليه أن يعلم أنه يجب عليه الإقلاع عن كل ذنب وكل معصية كان يفعلها في حياته، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان، لأن دي رسالة أن الشخص ده مرتكب كثيرا من الذنوب والمعاصي، وعليه أن يقلع قبل فوات الأوان. وأيضا الرؤية بتعبر عن فقدان شخص عزيز، شخص غالي على صاحب المنام. وأيضا الرؤية بتعبر على أن هذا الشخص إنه في ورطة أو في مشكلة أو تجربة صعبة في حياته وبيحاول التخلص منها، فيستعين على هذا كله بطاعة الله والقرب من الله سبحانه وتعالى حتى يتجاوز المحن ويتجاوز السيئات التي تقابله في حياته. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.